تعالوا نعمل سكريبت الفيديو يو جي سي مع بعض من الألف للياء. المنتج مثلا هنعمله على غلاية لاسلكية. أول حاجة عندي هو الهوك هنقسمه لثلاث أقسام، لأن أنا عايزة في الأول أختصر المنتج كله في أقل من 5 ثواني، وكمان عايزة أوقف المهتم عند الإعلان ده في الجزء الأول اللي هي الثانية الأولى، ودي المفروض اللي هتخلي العميل يوقف سكرول. فبيكون عندي الهوك البصري، ما اكتفيتش خالص بالمية الباردة، لا أنا كمان حطيت قطع تلج. تاني حاجة الهوك السمعي، أنا هنا قلت تلج في حين اني هتكلم اصلا عن ميه سخنه. وعندي كمان الهوك النصي زي كده مثلا، والكلام ده على فكره هتلاقوه بشكل مفصل جدا في كتاب كوني صانعه محتوى. انا هنا في الثانيه الاولى اتكلمت عن مشكله، وفي الثانيه الثانيه للرابعه قدمت الاحتياج واديته كمان معلومه، وده اللي هيشجع العميل انه يكمل الفيديو ويقول ده مناسب ليا ولا لا. وفي مره كده بقوا فكروني اكلمكم عن الفرق بين ان ريل يحقق مشاهدات ويبقى فايرل، وبين ان ريل يحقق مبيعات، لان في فرق كبير جدا. فهو هنا هيبدأ يركز معايا وهيكون عنده فضول يعرف ايه الشيء اللي هيحل المشكلة. البادي، اشرح المنتج بشكل غير مباشر من زاوية المشاهد في الغالب ما بيشوفهاش منها، وممكن تستخدمي اكتر من حاجة في شرح المنتج، سواء ستوري تيلينج وانت بتعرضي المنتج فرق معاكي في ايه، او ايه المشكلة اللي حلها. زي هنا انا اتكلمت عن التعب في السفر وانك بتكوني محتاجة مشروب دافي، فتاخدي المنتج من كذا زاوية وتشرحي مميزاته اللي بتفرقه عن غيره. وممكن كمان في موقع كده ممكن يساعدك على كتابة السكريبت اسمه تريبس كولر، ده انت بتضيفي له مواصفات المنتج وهو بيساعدك في كتابة السكريبت. لكن الحقيقة انا شخصيا ما بستخدمهوش، لان دايما بحب اكتب السكريبت باسلوبي الخاص. الكول تو اكشن هو الاجراء اللي احنا عايزين المشاهد يعمله، زي انك تقولي اطلبوه من هنا، او سجلي، او اكتبي كومنت هنا، وهكذا. ولو انت استفدتي ازاي تكتبي سكريبت صح، تقدري تعملي شير لاصحابك يستفادوا معاكي.